السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين في قناة الدكتور، النهاردة حبيت أديكم معلومة سريعة جدا خصوصا لمرضى السكر. احنا دلوقتي لو عندنا مريض سكر في البيت، المريض دوت بياخد جرعة معينة من الأنسولين، وجينا دخلنا على المريض دوت لقيناه دخل في غيبوبة، أو لقينا المريض دوت عنده ضربات قلبه سريعة شوية، ولقينا فيه برودة في جسمه، ولقينا مثلا فيه رعشة في جسمه، لازم أول حاجة نعملها نقيس له السكر في الدم. لو لقينا إن مستوى السكر في الدم تحت ال80، نبدأ نديله، لو العيان ده فايق وبيتكلم معانا، نديله معلقة سكر تحت لسانه، أو نديله عصير، أو نديله حاجة مسكرة، كراميلا أو أي حاجة، ونقيس بعدها السكر، هنلاقيه إن شاء الله بقى كويس. طب افرض العيان ده كان في غيبوبة تامة، طبعا ما ينفعش نسيبه في البيت، هنتوجه بيه لأقرب مستشفى ونديله حاجة اسمها جلوكوز 25%. طبعا مش هنديله المحلول كامل، هنديله كمية منه على حسب الطبيب الموجود في الاستقبال. طبعا العيان ده فاق بعد كده وقسنا له السكر، ده كانت حاجة كويسة جدا. افرض العيان ما فاقش، يبقى في سبب تاني لحدوث الغيبوبة طبعا، ويبدأ الدكتور الموجود في الاستقبال يتعامل معاه على هذا الأساس. طيب افرض العيان ده فاق، طبعا ما نروحوش على طول، المفروض بنحجزه في المستشفى 24 ساعة تحت الملاحظة لحد ما مستوى السكر في الدم بيستقر. دي كانت معلومة سريعة حبيت أوجهها لكم النهاردة مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.